جات لي رسالة على فيسبوك: ليلة رأس سنة مجانية في فندق فاخر. كنت فاكرها فرصة، طلعت دعوة للموت. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. أنا اسمي رفعت، شاب عايش حياة مملة ووحيد. يوم ما كملت 30 سنة جالي مسج من صفحة فندق في اسكندرية: دعوة مجانية لقضاء ليلة راس السنة. افتكرت استبيان غريب كنت مليته من شهر، أسئلة مرعبة عن الخوف والضغط والقتل. أنا وصاحبي منتصر روحنا، ومن أول خطوة في الفندق قلبي كان مقبوض. مكان قديم تحس إنه تحت الأرض، ناس مبتسمة زيادة عن اللزوم، وشجرة كريسماس شكلها مش مريح. كل واحد فينا دخل أوضته، وأول ما دخلت طلع لي قط أسود، وأنا أصلاً أكتر حاجة بخاف منها. البنت اللي كانت معانا قالت إنها سمع صراخ، ونتصرفنا إننا متوهمين لحد ما الساعة قربت 12 والنور قطع والوشوش اتغيرت، وفهمنا الحقيقة. وصاحبي اعترف إنه جابني هنا غصب عنه، وبعدها اختفى. لقيت نفسي متكتف وسط دايرة شمع، والراجل الطيب طلع شيطان. قال لي: احنا مستنيينك من زمان علشان قوتك. في آخر لحظة افتكرت سلسلة كان جدي مديهالي، قرأت اللي مكتوب عليها بالعكس. صرخ، انهار، وفتح باب من العدم. هربت، فوقت في المستشفى، وكل اللي حصل اختفى. بس السؤال لسه موجود: هل الشياطين نسيتني ولا مستنياني؟ مش كل دعوة هدية، ومش كل احتفال فرحة، أحياناً بيبقى فخ.